السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم واحد اقتراح من ضمن المشاريع الاقتصاديه المنزليه اللي بدون راس مال. صراحه انايا كنخدم به، اللي هو مشروع ديال القرص. يعني فيه الارباح كتقدر بين 100 و 200 درهم في النهار، حتى لا اكثر. المهم على حساب القدره ديالك نتيا، يعني والوقت اللي يمكن لك تعطيه لهذا المشروع هذا باش انك تقدري تنجحي فيه، اللي هو كما قلت لكم مشروع ديال القرص. يعني نوع من انواع الفطائر بطريقه جد اقتصاديه، بدون بيض بدون زبده، غير بالماء، بحال ديال المحلات تماما. يعني 100% نفس الطريقه اللي كيحضروا اصحاب المحلبات. هذا المشروع هذا كما قلت لك تقدري تربحي منه مبلغ مالي مهم، يعني اللي غادي يقدر يوصل حتى مثلا 3000 درهم او 4000 درهم في الشهر. يعني بين 100 درهم حتى 200 درهم في النهار اللي كنخدم به انا. كتدفعيه المحلبات، المقاهي والمحلات اللي كيكونوا مثلا حدا المدارس وداك الشيء. كما كتعرفوا حدا المدارس الوليدات تياخذوا بحال هاد الكروس وهذا الشيء، كتدفعوا ليهم. كاين ديال درهم، وكاين الصغير ديال 10 ريال يعني 50 سنتيم، وكاين ديال درهم، وكاين ديال 30 ريال. المهم على حساب انت الحجم اللي كتبغي ديريه. ضروري هذا المشروع ملي تبغي ديري مشروع ضروري انك تكوني كتوفري على ميزان، باش انك كتعبري الكروس ديالك وكيكون كيجيك ما كتضيعيش انت، وايضا ما كتضيعيش الزبون. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها، المهم غادي نبداو. غندير انايا المقادير هما الاولين. عاد غندير الدقيق هنا. بالنسبه لكي غندير معكم كيلو ديال الدقيق. بالنسبه لكيلو الدقيق غادي تحتاجوا الكاس ونصف ديال السنيده، يعني هما ما خصهمش يكونوا حلوين بزاف. المهم نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وبقاو تبعوا الفيديو حتى الاخير باش انكم تعرفوا على جميع الاسرار. يقدر اي يعني ما كنكونش انا مرتبه الهضره ولا هذا، يعني كل مره نقدر نقول لكم شي سير باش انه ينجح لكم الكروس، ولا كيفاش يعني المقادير، كيفاش انكم تخرجوا الارباح ديالكم. فمثلا بحال دابا مثلا دابا الدقيق ما غاديش ديروا نوعيه ممتازه الخاص بالحلويات، غديروا الدقيق اللي كيكون ناقص شويه في الثمن باش انكم تتربحوا. غادي ندير الملح، ملعقه صغيره ديال الملح، ضروري ما نديروا الملح. كاس زيت نباتيه، عندي معلقه ديال الزنجلان ومعلقه ديال النافع. يمكن لكم ديروا حتى حبه حلاوه، هو ديال الزنقه كيكون فيه الزنجلان والنافع، غديروا معلقه مخلطه بيناتهم لا اكثر. صافي هنا عندي الخميره، هنا عندي ربع كاس ديال المزهر. بالنسبه للماء فانا غادي ندير 3 كيسان ديال الماء، ماء دافئ ضروري يكون دافئ. هذا المشروع هذا راه ناجح ومربح، يعني يمكن تخدميه بشكل يومي. يعني خصك تعرفي غير تنظمي الوقت ديالك. نخلطو مزيان هاد المقادير. نحيد واحد العود، نخلطو مزيان. بالنسبه للزنجلان ضروري نكونوا منقيينه هو والنافع. صافي هنا عندي الخميره، هنا عندي 2 معالق خميره ديال معجونه ديال الخبز. درتها مع شويه الماء دافي، يمكن لكم ديروها مع شويه الحليب دافي وشويه ديال السنيده. صافي نخلط مزيان. صافي وغادي نحتاج الكيلو ديال الدقيق. غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا كما شفتوا. المقادير راه جد سهله. صافي نبدا ندير الدقيق. صافي ونجمع العجين ديالي. هاد الطريقه راه كتجي سهله وعمليه بلا ما تدلكوا حتى شي حاجه، ما حتىش تدليك. ماشي بحال درتو الدقيق هو الاول وعاد بديتو ديروا السوائل، فتما خصكم تدلكوا. هنا ما كنحتاجوش ندلكوا، غير كنجمعوا وصافي. صافي غنستمر باضافه الدقيق. كما قلت لكم بالنسبه للدقيق ماشي ضروري يكون من نوعيه جيده، غير دقيق ابيض عادي. صافي غنبقى ندير الدقيق حتى نحصل على الكثافه ديال العجين المناسبه، وانا في نفس الوقت كنحرك بحال هكا مره بحال هكا باش كتجيني العجينه مهويه. بالنسبه للعجين فيه كتجي على هذا الشكل هذا كما شفتوا، بحال كتبقى كتلصق شويه بحال هكا، يعني ما تكثروش الدقيق. صافي بحال هكا كتبقى العجين كتلصق. كنبقاو نحركوها على هذا الشكل هذا بحال حنا كندلكوها غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي من بعد كنجيبوا شي اناء، كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت باش نهزوا العجين. صافي كنديروا العجين في هذا الاناء وكنغطيوه بواحد البلاستيكه،
ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو مزيان. قد ما خليناه يخمر قد ما الكرز ديالنا كيجي مزيان على هذا الشكل هذا بحال هكا كيما شفتوا. صافي غادي نغطيه بواحد البلاستيك وواحد المنديل من فوق ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نكملوا التحضير. صافي دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نشكلو. كيما شفتوا العجينه راه ضاعف الحجم ديالها، خليتها تقريبا واحد نصف ساعه، يمكن لكم تخليوها اكثر. قد ما العجينه ارتاحت قد ما الكرز ديالكم كيجي مزيان. صافي غادي ندير ليه بلاستيك كيما شفتوا انا كدير عليه هذا البلاستيك وكدير عليه واحد المنديل من الفوق. غنجيب اللاطه غادي ندهنها بالزيت وندوزو ان شاء الله باش نبداو نشكلو في الكرز. ضروري غادي نحتاجو واحد شويه ديال الزيت ندهنو بيدينا باش هكا ما تلصقش لينا العجين. غادي نديرو لها بحال هكا باش تخرج منها الخميره، غير شويه كنهويوها. كيما شفتوا العجينه راه جات زوينه. صافي غادي ندهن عاوتاني يدي بالزيت صافي ونبدا نهز واحد شويه من العجين بهذا الشكل هذا. صافي بالنسبه الا ما عندكمش الميزان، انا دابا متوفرش عندي الميزان، كنت نسيتو عند الوالد ديالي، كديتو خدمت بيه واحد شويه الحلوى ونسيتو ما جبتوش معايا. المهم ما عندكمش غتحاولوا انكم ديروا الكريات، خصوصا كنتو غادي تدفعوهم يعني كوموند، كنتو غتصايبوهم من المنزل ماشي مشكل، كنتو غتدفعوهم كوموند حاولوا انكم ديروا قياس واحد. عندكم ميزان غديروا 40 غرام في كل كريه. صافي وكنديروا لهم على هذا الشكل هذا بحال هكا، نقادوهم ونوضعوهم في اللاطه ونحاولوا نبعدوا بيناتهم حيت مازال غيضاعف الحجم ديالهم باش يعني نحاول باش ما يلتصقوش لينا كيما شفتوا. وفيما نحس العجين بدات كتلصق ليا ندهن يدي شويه بالزيت. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكمل العجين ديالتي كامله. المهم سر النجاح ديال الكروس هو هو التخمير، يعني هو الراحه. يعني قد ما العجينه ارتاحت مزيان قد ما تعطينا نتيجه مزيانه. وعاوتاني ملي كنديروهم في اللاطه ضروري انهم يختمروا مزيان. كنا زربانين عليهم نديرو الفران يسخن نطفيوه ونخشيو اللاطه هذيك كتعاون دغيا كيخمروا لينا. كنا ما زربانينش كنغطيوهم، ضروري نغطيوهم ونخليهم حتى كيخمروا مزيان حتى كيبانوا لنا راه يعني خمروا، راه العجين تافخات وضاعف الحجم ديالهم. عاد كندهنوهم وكنطيبوهم. صافي غنستمر بنفس الطريقه كما قلت لكم حتى نكمل العجين اللي عندي كامله. كنعصرو بحال كنصايبو الشمس بحال هكا. صافي كنوضعوهم نكمل العجين ديالتي ان شاء الله كامله ونتلاقاو من بعد باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هنايا شكلت اللاطه الاولى كما شفتوا على هذا الشكل هذا. صافي غادي نبسط واحد شويه، الا حسيت بان العجين غتلصق لي في يدي ندهن واحد شويه ديال الزيت ونبسط الكرس. هادو راهم كيجيو كبار، باش ديروهم صغار من هكا ديال 50 سنتيم يمكن لكم ديروهم. وملي كيطيبوا يمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد، راه كيبقاو خصوصا درتوهم الوليدات كيبقاو مزيانين. يعني كتبقاو تجبدوهم من قبل نص ساعه ولا ساعه كيوليو مزيانين، او بس تسخنوهم في الفران. انا بالنسبه لي دابا غادي نشعل الفران يسخن باش غادي يختمروا لي دغيا، مبغيتهمش يتعطلوا ليا بزاف. كما شفتوا كيبقاو هذا هي العجين الاقتصادي ديال الكروس الا بغيتي تتبعيهم كمشروع يعني، وكيدخل تبارك الله يعني راه مربح. بالنسبه للعجين يمكن لك تعجني في الليل، الطريقه اللي كندير انايا تعجني مثلا في الليل حتى تقربي تنعسي. كتعجني انا كنعجن كندير قصريه كبيره وكنعجن 3 كيلو 3 كيلو، يعني كنعجن 3 كيلو الدقيق بوحدو كندير 3 كيلو حيت ما عنديش العجانه. هكا كتجيني ساهله يعني دغيا كتجيني طريقه عمليه. وملي كنعجنهم كنغطيهم بالبلاستيك وبمنديل وكنخليهم حتى الصباح مع ديك 6 ديال الصباح مع الفجر. صافي كتنوضي كتوجدي المشروع ديالك، كتنوضي توجديهم، خصوصا كنتي غتدفعيهم في الصباح المقاهي والمحلبات وداكشي كتكوني ديجا متفقه معاهم. صافي كتنوضي الصباح هما دغيا كيطيبوا، كتصايبيهم تغطيهم تخليهم يخمروا. صافي من بعد كدهنيهم بالبيض مخلط مع شويه ديال الفاني اولا شويه ديال الزهر ولا شويه الحليب شويه قهوه سريعه الذوبان باش ما تبقاش ديك الريحه ديال البيض. صافي وكتزينيهم بالزنجلان وكتدخليهم يطيبوا، كتردي معاهم البال باش ما يتحرقوش لك دغيا تيطيبوا. الفران يكون سخون مزيان، كديريهم الفوق العافيه تحت منهم حتى كيبدا تبان لك الحموريه طالعه من الجوانب. من بعد كتهبطيهم لتحت كياخذوا داك اللون الذهبي. صافي وكتخرجيهم
ملي تخرجيهم غير شويه وحيديهم من اللاطه، ما تخليهمش يبقاو بزاف في اللاطه باش ديك السخونيه ديال الفران ما ترجعش عليهم ويقصاحوا لكم. كما شفتوا انا بسطتهم غير شويه. صافي دابا غادي نغطيهم بواحد البلاستيك واحد المنديل ونخليهم يخمروا. انا غادي نشعل الفران نسخنو مزيان ونطفيه وعاد ندخلهم باش دغيا يخمروا ليا. نتلاقاو ان شاء الله من بعد. بعد ما الكرص خمر وضاعف الحجم ديالو كما شفتوا راه كانوا غير متباعدين، كما شفتوا راه يعني ضاعف الحجم ديالو بزاف. ومن الافضل انه يكون عندكم ميزان اولا تصغروا الكريات باش هكا كيجيكم الحجم هو هذاك. يعني واخا كتصغروا الكريات من بعد كتبسطوهم وملي كيخمروا راه كيضاعف الحجم ديالهم. ولا كان الميزان بحال هكا كنتو باغيين ديروه كمشروع، من الافضل انكم تاخذوا لكم ميزان صغير وكل وحده كديروا فيها 40 غرام بالنسبه للقرص ديال درهم. صافي دابا هنا غادي ندهنوا بالبيضه كامله. ايضا بالنسبه للبيض ضروري تكونوا مخرجين من قبل، يكون عنده حراره ديال المطبخ باش هكا ما كيهبطش لكم القرص. وندهنوا بشويه ما نضغطوش باش القرص ما يهبطش، يبقى محافظ على الحجم ديالو يعني يبقى منتفخ. صافي انا دابا في هذه الاثناء راني درت الفران كيسخن، غادي ندهن شويه ما نضغطش غير من الفوق، غدا من الفوق بحال هكا. يمكن لكم تستغناو على البيض وتدهنوه غير بالماء المدافي مع بودره الكاكاو حتى هي تجي مزيانه. بالنسبه للناس اللي ما عندهم حساسيه من البيض ولا بغيتو تقتصدوا اكثر. صافي غادي نكمل بحال هكا وغادي ندير واحد الرشه خفيفه ديال الزنجلان اولا السمسم، غير رشه خفيفه. كما كتعرفوا الكراس ديال الدرهم راه ما كيكونش فيه الزنجلان بطريقه كتير، خصوصا اللي كيتباع يعني باش هكا يعني كتربحوا منهم، كيكون الربح منهم، كيكون الربح ديالهم مزيان. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذا الكراس كامل وندخلو الفران يطيب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكروس كما كتشوفوا بعد ما طابوا كيجيو رائعين مفشفشين رطبين يعني ولا اروع. واش ما كيستاهلوش البنات؟ شي كومونتير زوين وشي لايك، ما تنسونيش البنات عافاكم اللايك. يعني هذا المشروع هذا راه غزال بزاف، كيغنيك كيعمر لك بسطامك، ما كتبقايش كل مره تحتاجي انك تقولي للزوج ديالك اعطيني باش نشري هذه اعطيني باش نمشي. يعني كيكون عندك مصروف ديالك شخصي وتعاوني به حتى في يعني في المصروف ديال البيت ديالك. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع مثلا النساء اللي محتاجين انهم بحال هاد المشاريع المنزليه. والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.